السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى باش الجميع يكون بألف خير إن شاء الله. اليوم جيت بغيت أنا وياكم نتعرفوا على لي شوفاج اللي كاينين في السوق والأنواع ديالهم. كما كتشوفوا معايا أول شوفاج شاركته معكم هو الشوفاج ديال الغاز، هذا اللي تيخدم بالبوطة. هادو هما الأنواع ديالو، هادو خلاص كتخدمهم بالبوطه الكبيره اغاز. وبالنسبه للتسخان ديالهم فكيكون هو احسن تسخان بالنسبه لي شوفاج كاملين، هو اللي كيقدر يسخن لينا مزيان. وكاين النوع الثاني اللي هو لي بان دويل، هادو سميتهم لي بان دويل. كاين هاد لا مارك اللي سميتها ديلونغي، كنحسبوهم بلي زيليمون. هو كيبدا من 7 اليمون وفيه 9 اليمون وفيه 12 اليمون. لي زيليمون هما داك القطبان اللي كنحسبوا. هذه لا مارك ديلونغي. بالنسبه لي باندويل هذه راه احسن ماركه نقدر ننصحكم بها اللي غادي تاخذوها، وان شاء الله ما غاديش تحتاجوا انكم تردوها لماليها ولا تقول فيها شي مشكل، راها تخدم ومزيان ومجربه. لي زيليمون هما هادو اللي كنحسب، راه كيبدا من 7 9 و12. هذه كما قلنا لا مارك ديلونغي هي احسن ما كاين في هاد لي باندويل. فيها دو شوا، فيها لو نوار وفيها البيض، لو بلون لو نوار، على حسب كل واحد ولا كولور اللي يقدر يفضل انه يديرها في الدار ديالو. وهادو لي شوفاج سوفلون، هادو كيخدموا افيك فونتيلاتور. افيك فونتيلاتور حتى هما تيسخنوا، غير لو بروبليم ديالهم انه ما يمكنلكش ديرو معاك في البيت وتسد عليك، حيت كما تنقولوا تيحرقوا الاكسجين. يعني حتى الا حطيتي حداك خصك تكون في اسباس اوفير، في بلاصه مفتوحه مهويه، ما تخافش انه ينقص لك من الاكسجين. وحتى هما كيسخنوا مزيان، غير هما ما كديرهمش في اسباس مسدود. هذا هو الفرق ما بين هادو ولي باندويل. بالنسبه لي باندويل واخا ديرو معاك في البيت وتسد عليك البيت ما كاينش مشكل. وكاين هادو لي كونفيكتور، هاد لي كونفيكتور هو هذا الشكل ديالهم، حتى هما كيسخنوا، غير هما ما يمكنلكش تحط عليهم شي حاجه من الفوق تقول راني غادي نيبس شي حاجه على هاد الشبكه ونحطها، حيت اون فوا كدير شي حاجه تيطفى اوتوماتيك. حتى هو كيخدم بالاكسجين، حتى هذا ما يمكنلكش تحطو معاك في بيت وتسد عليك. هادو كاملين اللي كيكونوا فيهم بحال فونتيلاتور اولا دي ريزيستانس اللي كيحتاجوا الاكسجين، ما يمكنلكش تسد عليك في البيت معاهم. تقدر تستعمل هاد لي باندويل اللي وريتكم. وبالنسبه كما كتشوفوا هادو لي باندويل تقدر ديروا معاك في البيت واخا تسد البيت ما كاينش مشكل، حيت هو كيديغاجي لا شالور بالزيت اللي فيه لداخل وصافي ما تيحرقش الاكسجين. وبالنسبه لديال الغاز فراه ما يمكنلكش تحطو معاك في بيت وهو مسدود، حتى هو كيحتاج انه يكون في اسباس اللي هو كبير وكاين الاكسجين، كيما في السيجور في وسط الدار وكتكون العائله دايره يعني جالسين مجموعين، كيمكن لكم تسخنوا به. وهو راه كيسخن بسرعه على لي زاليمون اللي وريتكم الاخرين قبل. كنتمنى باش الفيديو يكون عجبكم وما نكونش كنت ثقيله عليكم. كنشكركم بزاف على المتابعه وشكرا جزيلا.